دايما بتكلم معاكم بشكل إيجابي. بحاول أتكلم عن أي مشكلة بشكل مريح، وأنا دايما بسمي المشاكل تحديات لمواجهة الصدمات. بس أنا هتكلم معاكم النهاردة عن صدمة في حياتي وفي حياة ناس كتير بعد الطلاق، لما كل واحد يحارب التاني بسلاح الأولاد، لما كل واحد يبخ سمه ويتلذذ بالأذى في إنه يوجع قلبه. مش عارفين إن كل كسرة جوه قلب طفل بريء بتوجع وبتخلق منه مريض نفسي. راعوا ربنا، أيوة، راعوا ربنا. الحساب عسير يوم الدين. ربنا هيسألكم عن العطية اللي اداهالكم. خلي بالك وخلي بالك. الحياة علمتني لما يكون خصمي هو اللي مني يبقى أمشي من غير ما أحارب، علشان المعركة حتى لو كسبتها هتكون خسران. وعلى قد الكره اللي ملا قلب أولادي وعماهم، فأنا بدعي ربنا يحفظهم ويحميهم ويبعد عنهم كل قلب مليان شر وحقد وأذى. دي الرسالة اللي حبيت أوصلها لكل ولد جاحد سمع لطرف ورفض يسمع للطرف التاني. صدقوني هتندموا. صحوا ضميركم قبل فوات الأوان. وأما عن متابعي قناتي على اليوتيوب، فأنا ممكن في اللحظة دي أكون ضعيفة من لحظة وجع بإحساس بالغدر والخذلان، فمحتاجة منكم انتوا كمان تقووني بكلام إيجابي يهزي قلبي الحزين. أكيد أنا واثقة إن ربنا عادل، هو شايف دموع العين وحسرة وجع القلب. تحياتي لكم وفي أمان الله.